الصورة بتاعت الهاي هيلز، الكعب العالي ده، انت بتبقى واقفة على الكعب العالي ده وواقفة محملة على الصباع. انا اتخيل ان ده الصباع الكبير يعني، تخيل على الصباع الكبير ده وعمال تحمل عليه، فعمال يجي كده، فعمال ايه يبرز من ايه، من الحتة دي، انت فاهم قصدي؟ دي عمالة تميل كده وانت واقف عليها، فده ما بيستحملش الحمل ده كله فبيميل كده، ويبدأ يحصل ايه الشكل اللي احنا بنقول عليه اللي هو البانيون ده، او الشكل اللي هو الهالوكس فالجس. هكتب لكم الكلمتين دول عشان لو عايز تعمل بيهم سيرش. عشان كده دايما لبس الجزم اللي بوزها ضيق من قدام بيخلي الصوابع تتكبس على بعض، تبقى عامله المشكله دي. يعني انا مثلا دايما بحب البس الكروكس عشان هو واسع من قدام، واسع من قدام هنا، ما يضغطش على الصوابع، ما يضغطهمش الصوابع على بعض، ما يضايقهمش لو هم واسعين، لان لو اتضغطوا ده بيروح لافف لجوه ومتني الصباع ده، يعمل موضوع البانيون ده او هالوس فالجس ده. تخيل بقى كمان عامله كده مع كعب، فانت دايسه بتتني الصباع جامد، ف خطر 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 يعني. ماشي، علاجها سهل ان شاء الله، انك تبطلي لبس الكعب، تلبس الجزم الواسعه من قدام، او تحط دعامات السيليكون اللي بتبقى ما بين الصوابع. الف سلامه.